السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. ازاي تحفظ كلمات الانجليزي لو انت ثانوية عامة او في اي مرحلة؟ ازاي تحفظ كلمات الانجليزي صح وتثبتها ان انت تفضل فاكرها لاطول مدة ممكنة حتى لو بعد ما تخلص ثانوية عامة. في ناس مش بتهتم اصلا ان هي تحفظ الكلمات، او ممكن تحفظ الكلمات قبل الدرس بساعة، قبل الدرس بيوم، وتروح تسمع وخلاص كده انا حفظت وانا كده تمام. تيجي في اخر السنة تكتشف ان هي مش حافظة اي حاجة، تيجي تقرا الكلمة رغم ان هي حلها قبل كده ومسمعها قبل كده مش فاكرة اي حاجة. ده يا صديقي بسبب ان هي ما اهتمتش ان هي تحفظ الكلمات صح، ما حاولتش تثبتها، ما عرفتش الطريقه ازاي ان هي تحفظها. طبعا كل شخص ليه طريقه ممكن تناسبه ان هو يحفظ بيها، بس انا بحفظ بطريقه معينه لان انا اصلا ما اتعودتش ان انا احفظ كلمات، ما اتعودتش على حته الحفظ اصلا. يعني انا حاليا في كليه الطب برضه لحد دلوقتي حته ان انا اقعد احفظ كده ديت بالنسبه لي مشكله كبيره جدا. ان انا اقعد احفظ حاجه، في ناس ممكن بالنسبه لها دي اسهل حاجه ان هي تقعد تحفظ، انا بالنسبه لي ان انا ما بعرفش احفظ خالص. النقطه ديت لازم تتجاوزها لو انت ثانويه عامه او في اي مرحله تعليميه، لان كلمات الانجليزي مهمه جدا. لو انت مثلا ثانويه عامه مهمه جدا في القطعه، مهمه في الترجمه، مهمه في حاجات كتير جدا، مهمه اصلا في الجرامر اللي انت بتحله. معظم الامتحان اصلا بيبقى معتمد على الكلمات مش معتمد على الجرامر، حتى اسئله الجرامر بتبقى معتمده شويه على الكلمات. طب انا دلوقتي ازاي احفظ، او ايه احسن طريقه ممكن احفظ بيها بالنسبه لي انا كمصطفى؟ دي احسن طريقه انا كنت بحفظ فيها. ممكن يكون بالنسبه لك الطريقه ديت مش مناسبه معاك، او بتحفظ بطريقه اسهل، فخلاص خليك في الطريقه الاحسن ليك. انا بعرض الطريقه ديت للناس اللي هي مش عارفه لحد دلوقتي ازاي تحفظ وايه الطريقه المناسبه ليها. فانت لو عندك اصلا طريقه بتعرف تحفظ بيها وتمام معاك، خلاص ثبت كده وما تغيرش، ممكن ما تسمعش الفيديو لحد الاخر خلاص. فبص يا صديقي، اول حاجه انت دلوقتي عليك مثلا عدد كلمات معينه، هتقسم عدد الكلمات ديت هي عواميد. مثلا قول 100 كلمه، حاول تقسم ال 100 كلمه دولت على عدد الايام. انت مثلا بتاخد الدرس مره في الاسبوع، مرتين في الاسبوع، انت معاك مره في الاسبوع مثلا معاك 7 ايام، تقعد تقسم الكلمات على ال7 ايام، واخر يوم ده تبقى عامل ان انت هتسمع كل حاجه. فانت اول يوم هتقسم عدد كلمات معين، تاني يوم هتقسم عدد كلمات معين، كل يوم هتيجي تحفظ الكلمات، هتسمع الكلمات اللي انت حفظتها قبلها بيوم. يعني تاني يوم هتسمع كلمات اليوم الاول، تالت يوم هتسمع كلمات اليوم الاول والتاني، لحد ما توصل للاخر خالص هتلاقي نفسك سمعت الكلمات دي اكتر من مره فتثبت معاك. طب دي طريقه التقسيمه وطريقه التسميع. طريقه الحفظ بقى ذات نفسها، انت دلوقتي مثلا قدامك قول 20 كلمه، قول 100 كلمه، قول اي عدد من الكلمات اللي انت مقسمها واللي عليك تحفظها النهارده. انت دلوقتي قدامك العمود مكتوب انجليزي وعربي، هتقعد تقرا كل كلمه بالانجليزي وتقراها وتكتبها جنبها. لازم تكتب، الكتابه بتفرق كتير جدا في الحفظ. تقعد تكتب الكلمه وانت شايفها، هتكتبها عادي وعارف ان ده معناها. تاني مره هتدير الكلمه، بس في نفس الوقت هتكتبها، لو انت ما عرفتهاش هترجع تبص عليها. نفس الكلام على كل الكلمات، هتبقى مداري عمود الكلمات، تقعد تكتب الكلمه اللي ما تعرفهاش، روح بص عليها وتعالى اكتبها. نيجي بقى لتالت مرة، كل الكلام ده مش هياخد منك 5 دقايق، يعني المرة الواحدة مش هتاخد منك 5 دقايق، بس بتفرق كتير جدا في الحفظ. في تالت مرة بقى هتداري العمود وتقعد تسمع كل اللي انت حافظه، ما تبصش، هتسمع كل اللي انت عارفه. اللي انت ما تعرفوش بعد ما تخلص خالص هتروح تحفظه. يبقى انت كده بتصفصف الكلمات اللي انت خلاص حفظتها، لان في كلمات اصلا ممكن تكون سهلة وانت عارفها قبل كده، فما تضيعش وقتك فيها ان انت تقعد تحفظها تاني. في المرة التالتة ديت هتقعد تسمع اكنك بتسمع عادي، والكلمات اللي انت ما تعرفهاش هتروح تحفظها. بعد ما تحفظها المرة الأخيرة دي هتروح تسمعها، ان شاء الله هتلاقي نفسك مسمع كل الكلمات. ده هتكرره بمدار يومي على كل الكلمات اللي عليك. تاني يوم انت دلوقتي خلاص خلصت اول يوم وسمعت ولقيت نفسك تمام، تيجي تاني يوم تحفظ الكلمات التانية، وبعد كده تسمع الكلمات الاولى والكلمات التانية، وهكذا تالت يوم وهكذا. الكلمات بالذات مهم جدا ان انت تكون بتحفظها، لان هي بتفرق كتير جدا معاك في الامتحان. امتحان الانجليزي معتمد اعتماد كامل على الكلمات. مش بقول لك الغي الجرامر او القصه، بس فعلا الكلمات بتفرق كتير جدا، حتى في الجرامر انت ممكن تحتاج الكلمات، فمهم جدا تركز على حته الكلمات. وبس كده، معلش صوتي كان رايح في الفيديو. انا مصطفى ابو اليزيد، طالب في كليه الطب. متنساش تعمل فولو ولايك عشان غيرك يستفاد وتعرف معلومات اكتر.